على ما اعتقد هون في لحمه انجوس، شم ريحه انجوس. بناخذ من السجق على بريوش، ما شاء الله. ولاول مره رح نعمل السجق بخبز البريوش، وبنحتاج بهاي الوصفه خبز بريوش، سجق بلدي ويكون من مكان كثير مضمون، بصل شرائح والفلفل الاخضر. اول اشي بنحمي صجين، وشوفوا ما شاء الله قديش البريوش شو طري. هاي المره بدنا نقسمها من فوق هيك بتكون. والسجق مليان دهون، مش بحاجه اي زيوت او زبده. شوفوا بسم الله ما شاء الله. ونضيف نص كمية البصل اللي عملناها، وهون ضفت قرن فلفل حار، وصراحة شلت منه البزر لأنه مبين كثير حار. وهي جهز سجق البلدي. على ما أعتقد هون في لحمة أنجوس، شم ريحة أنجوس. شوفوا ما شاء الله كيف منظر السجق. يا جماعة الخير نفسي أنزل على مصر بس عشان أشوف هذا المنظر. بناخذ من السجق على بريوش، ما شاء الله، مش بحاجة أي صوص ولا أي إشي. شوفوا بسم الله ما شاء الله. رأيك بصراحة؟ قول بسم الله. زي النار. روعة. طب هي لك. بنقول بسم الله. ما شاء الله بتجنن بتجنن بتجنن. جربوها وعلى مسؤوليتي. إلى اللقاء.